الفيديو الثامن: استئناف المحكمة. استئناف يعني نداء في المحكمة. لك الحق بالاستئناف ضد قرار اللجنة، ولهذا فأنت بحاجة إلى محامي. إذا لا تعرف أي محامي، اطلب المساعدة من إحدى المنظمات التي تحمي حقوق اللاجئين. على سبيل المثال، اطلب المساعدة من آرشي، شنترو ستانلي، والكونسيليو إيطاليانو بير ريفوجياتي، التشير. إذا لا تستطيع أن تدفع للمحامي، اطلب المساعدة المجانية. المحامي يطلب منك أن توقع ورقة موجود فيها إعلان بأنك لا تملك المال لتوكيل محامي لاستئناف. في إيطاليا تستطيع أن ترفع الاستئناف حتى 3 مرات. إذا المحامي يعتقد بأن لديك الاحتمال في الحصول على الحماية لأول مرة، تستطيع أن ترفع الاستئناف. إذا اللجنة تعترف بالحماية السوسيديارية وتعتقد بأنك تستطيع الحصول على الاعتراف بالحماية للاجئين، اللجنة تعترف بالحماية هومانيتاريا. اللجنة ترفض طلبك للحماية. بالوقت الذي يمضي به الاستئناف، لك الحق بإقامة لطالبي اللجوء صالحة حتى نهاية 6 أشهر، وتستطيع أن تجددها حتى يقرر القاضي. القاضي يعلم المحامي عندما تستطيع أن تطلب الإقامة مجددا في الكستورة. الإقامة لطالبي اللجوء تعطيك الحق بممارسة الدورات التعليمية والعملية، ولكن ليست إقامة عمل. لك الحق بالعيش في الكارا أو في سبرال كمستضاف. إذا قد كنت في الكارا، تبقى في الكارا حتى يقرر القاضي. إذا أنت محجوز في الشيء، تبقى في المركز حتى يظهر قرار القاضي. ولكل إجراءات القضاء، قانونيا تستطيع أن تبقى في الشيء لوقت محدد لا يتجاوز عن 12 شهرا. وإذا أتت أسباب الحجز قليلة، لك الحق بالخروج من الشيء وتستطيع طلب الاستضافة. القاضي يستطيع أن يعترف لك باللجوء، بالاعتراف بالحماية السوسيديارية، بالاعتراف بالحماية الإنسانية. رفض الاستئناف. رفض الاستئناف يعني بأن القرار الماضي صحيح من اللجنة الإقليمية. الاعتراف بالحماية يعني البقاء في إيطاليا مع إقامة. للمزيد من المعلومات حول الاعتراف بالحماية، شاهد الفيديو التاسع: الاعتراف بالحماية الدولية. قانونيا، القاضي يقرر في 6 أشهر منذ الدقيقة التي قدم بها محاميك القضية إلى المحكمة. في الحقيقة، من الممكن أن الأوقات تكون أطول. المحكمة تستطيع أن تعترف بحماية اللجوء، الاعتراف بالحماية السوسيديارية، الاعتراف بالحماية هومانيتاريا، أو إلغاء الطلب. قانونيا، المحكمة تقرر خلال 6 أشهر بدءا من الدقيقة التي محاميك قد قدم القضية للمحكمة.
في الحقيقة من الممكن أن الأوقات تكون أطول. في لحظة استلامك القرار من المحكمة، لديك 30 يوما من الوقت لرفع الاستئناف في المحكمة العليا. المحكمة العليا هي التي تقرر إذا كانت تستطيع أن ترفع الاستئناف للمرة الثالثة، وأيضا في هذه المرة أنت بحاجة لتوكيل محامي. قانونيا المحكمة العليا تقرر خلال 6 أشهر بدءا من الدقيقة التي محاميك قد قدم القضية للمحكمة. في الحقيقة من الممكن أن الأوقات تكون أطول. المحكمة العليا تستطيع أن تعترف بحماية اللجوء، الاعتراف بالحماية السوسيديارية، الاعتراف بالحماية الهومينيتارية، أو إلغاء الطلب. في هذا الحال إلغاء الطلب يعني بأن القرار القديم للمحكمة هو نفس القرار الذي قررته المحكمة العليا. الاعتراف بالحماية يعني أنك تستطيع البقاء في إيطاليا مع إقامة،